السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، هذا السلفي يتكلم عن حادثة حدثت لأبي جهل مع أسماء بنت أبي بكر. حينما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء أبو جهل والكافرون يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول عن ابن إسحاق: حدثنا عن أسماء قالت: أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي. ثم بعد ذلك في مصدر آخر: ثم قيل أنه قال لمن حوله: اكتموا علي لئلا تتحدث العرب أننا ضربنا النساء. فلنستمع سوية إلى تعليق هذا السلفي الفارغ، ثم نعود لذكر المصادر إن شاء الله تعالى. تفضل يا باسمك اللهم. الله يسلمك. بس الأخ مهدي بس سمعت قصة أنه أبو جهل ضرب، ما أعرف أسماء، بس يصحح للمعلومة لو سمح. نعم، ضرب أسماء بنت أبي بكر. أيوة، ماذا قال؟ فقال السطورية أن الكفار رغم كفرهم كان عندهم أخلاق. صحيح. كان عندهم أخلاق المروءة والنخوة. لا يتعدون على النساء. حتى لما حرطوا بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الهجرة، فأحد الشباب قال: فلنتصور عليه البيت، يعني نهجم على البيت. طيب. فقال أبو جهل: لا واللات، حتى لا يفزعن بنات محمد، حتى لا يفزعن بنات محمد. تمام. لا عفوا. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أبو بكر. نعم. راح أجيبها لك، اصبر. حلو. ذهب بعد أن هاجر النبي مع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ذهب إلى بيت سيدنا أبو بكر حتى يسأل عنه، فلم يجد إلا أسماء بنت أبي بكر. فلما سألها عن أبوها فلطمها على وجهها، فقال: استريها علي يا بني، لأنها كانت عيب إن حد يضرب حرة. إذا أسماء كانت حرة وليست بأمة وليست بعبدة. فقط الحرة لو أي امرأة يا شيخ صقر، جميع امرأة لو فقط الحرة. الحرة، لأن الأمة كانت تباع وتشترى وكان يفعل فيها ما يريد سيدها. لا يعني اليوم انت عايز تقول ان عمر بن الخطاب ضرب الأمة، صح كده؟ أحسن. يعني أبو جهل أفضل من عمر عندكم. شكرا جزيلا. يلا باي باي روح يلا. الآن أبو جهل أفضل وأشقى من عمر بن الخطاب. ما حكم الذي يطعن في عرض النبي؟ مو بس كذا أما ولا نساء. الشيعة الآن يطعنون في عرض النبي. أبو جهل أورع وأشقى من عمر بن الخطاب. أخبث من خنزيرة. بالله ليش تغلط؟ أنت بحسب رواياتك الآن كما هو في إرواء الغليل أن عمر بن الخطاب أورع وأتقى، أبو جهل أورع وأتقى من عمر بن الخطاب. لم يضرب الامرأة كما فعل عمر ضرب المرأة بالدرة. نعم، أبو جهل أشرف من الشيعة. لا، أشرف من عمر. أشرف من عمر. اسمعني عاد. أشرف من عمر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعني عاد أبين لك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. ما شاء الله. وأعزه بضرب النساء. معروفة هذه. أي، وأعزه بضرب النساء. ولكنه هذا أبو جهل أحسن منكم يا شيعة. طيب، أحسن من عمر ولا لا؟ الآن أيهما أشرف، أبو جهل ولا علي الشيعة؟ نزلني. لاحظتم أن هذا الرجل قد كذب ودلس وقال أن عمر ضرب الإماء دون الحرائر. نأتي إلى المصدر الأول، هو كتاب إرواء الغليل لمحمد ناصر الدين الألباني، صفحة 204. يقول: حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار، وعليها جلباب متقنعة به، فسألها: عتقت؟ قالت: لا. قال: فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة يعني بالعصا، فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها. قلت: والقول للألباني، وهذا سند صحيح على شرط مسلم. لاحظتم كيف أن عمر بن الخطاب يضرب أمة على رأسها لأنها أرادت وضع الحجاب والجلباب على رأسها. هنا لا زال الكلام في الأمة، ولكن هل قام عمر بن الخطاب بضرب حرة أم لا؟ فلننظر سوية.
هذا مصدر آخر وهو كتاب تاريخ المدينة الجزء الثالث صفحة 799. يقول: حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا معشر بن إسماعيل عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر سمع صوت بكاء في بيت فدخل معه غيره فأمال عليهم ضربا حتى بلغ النائحة فضربها حتى سقط خمارها، إلى آخر الرواية. الرواية الأخرى في مجمع الزوائد في الجزء الثالث صفحة 17 تقول الرواية: فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وقال: مهلا يا عمر، وإلى نهاية الرواية. إذن ثبت أن عمر كان يضرب الإماء والأحرار. أكثر من ذلك تعالوا إلى المفاجأة التي ذكرت في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري في صفحة 226 باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. يقول قوله: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. وصله ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح، فلما بلغ عمر فنهاهن فأبين، فقال لهشام بن الوليد: اخرج إلى بيت أبي قحافة يعني أم فروة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن. يعني الآن ضرب أم فروة بالدرة على رأسها حتى تفرقت النوائح. والمفاجأة أكثر من ذلك إخوتي، ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده من وجه آخر عن الزهري وفيه: فجعل يخرجهن امرأة وهو يضربهن بالدرة. والسؤال هنا: بما أن عائشة هي كانت من ضمن النساء في البيت فأخرجهن امرأة، هل ضرب عائشة معهن أم لا؟ إذا قالوا لا لم يضربها فعليهم بدليل مستقل أو قرينة خارجية أو داخلية يثبتون بها عدم ضرب عمر لعائشة بعد أن ضرب أم فروة والنساء الباقيات. هذا هو عمرهم، وأثبتوا بالدليل أن أبا جهل هو خير من عمرهم الذي يضرب الإماء والحرائر. الحمد لله فاضح أصحاب السقيفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.